يا مساء الفل يا شباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. ان شاء الله النهارده قعدنا مع حل تقييم الاسبوع السابع من تقييمات الوزاره لماده الكيمستري ثانيه ثانوي، وزي ما احنا اتفقنا في كل فيديو بنحل فيه مع بعض بنبدا نشرح السؤال وبنفس الوقت بنشرح ازاي اخترنا الانسر بتاعتنا عشان خاطر حضرتك تبقى فاهم كويس جدا، ولو جالك اي سؤال في الجزئيه دي تقدر ان انت تحل صح جدا. ماشي. السؤال الاولاني يقول لك all the following are characteristic for the electron except. كل اللي جاي ده بيميز الالكترون ما عدا. يبقى انا طالما في سؤال اخره اكسبت يبقى انا هكون متاكد ان عندي 3 انسر كوريكت وواحده رونج، فانا بختار مين؟ بختار الانسر رونج عشان هي دي التشويسز بالنسبه لي. ماشي. هل الالكترون بتاعتك زي ار ماتيريال بارتكل؟ اه صح. مش زي هاف ويف بروبرتيز؟ ايوه صح. they lose energy when they move from one energy level to another. هل هي بتفقد انرجي لما تتنقل من انرجي ليفل لانرجي ليفل ثانيه؟ هي بتلوز انرجي ماشي لو هي كانت من هاير انرجي ليفل للور انرجي ليفل. طب لو هي من لور لهاير هتجيب، يبقى ما ينفعش تبقى لوز انرجي بس. يبقى اذا الانسر دي بالنسبه لك رونج انسر. طب تعالى نشوف اللي بعده اهو. they are affected by electrical and magnetic field. اه صح، بتاثر بالالكتريكال والمagnetic فيلد. ليه بقى؟ عشان الالكترون بالنسبه لي هي يعتبر تشارج بارتكل. يعني ايه تشارج بارتكل؟ يعني بارتكل عندها تشارج. ليه هي التشارج اصلا بتاعت الالكترون؟ الالكترون عارفين التشارج بتاعته الكترون يبقى نيجاتيف تشارج، وبالتالي لما اجيب الالكترون بتاعك واعديه على الكتريكال فيلد بالمنظر ده، ادي البول بتاعتك اهوت بنديله بوزيتيف تشارج، واجيب بول تاني هديله نيجاتيف تشارج، وروح عدي الالكترون في الالكتريكال فيلد دي بتوين التو بول. ايه اللي هيحصل؟ بما ان الالكترون تشارج نيجاتيف يبقى كده كده هيروح ناحيه مين؟ هيموف توردز مين؟ البوزيتيف تشارج. ليه؟ عشان هو تشارج نيجاتيف يبقى اكيد هيحصل له اتراكشن ناحيه البوزيتيف بول، يبقى يروح ناحيه ايه؟ الالكتريكال فيلد بتاعته اللي هو البوزيتيف بول، ويبقى هو كده اتاثر بمين؟ بالالكتريكال فيلد. يبقى اذا الانسر بتاعتك لتر اي وبي ودي صح، اما الانسر رونج بالنسبه لي لتر سي، يبقى اذا الانسر بتاعتك سي. ماشي. السؤال اللي بعد كده هايزنبرج uncertainty principle apply to ايه؟ مبدأ هايزنبرج ده يا صاحبي طبقناه على مين؟ كل كلامي كان على الالكترون، يبقى اذا الانسر بتاعتك لتر سي. ماشي. السؤال اللي بعد كده which of the following choices is saturated with the largest number of electron. مين من الاختيارات اللي قدام مننا ديت بتقدر ان هي تتشبع بالالكترون، بس انهي الكترون؟ لللارجست نمبر، اقصى عدد من الالكترون تقدر تتحملها او اكبر عدد من الالكترون تقدر تتحملها. ماشي. قال لك اوربيتال اوف 4 اف سب ليفل. هو ال 4 اف ده فيه كام اوربيتال يا صاحبي؟ فيه 7 اوربيتال. ادي 1 2 3 4 5 6 7. ادي 1 2 3 4 5 6 7. هو بيقول لك بقى اوربيتال بقى من ضمن الاوربيتال بتاعت الاف، يعني دولت اهو واحد بس، خدت واحد بس. طب هو كل اوربيتال اصلا يا صديقي بيشيل كام الكترون؟ كل اوربيتال بيشيل 2 الكترون، يبقى اذا التشويس الاولاني فيها 2 الكترون. طب تمام. ال 2 بي سب ليفل، هو البي سب ليفل اصلا فيه كام اوربيتال؟ هتقول لي البي سب ليفل فيه 3 اوربيتال، يبقى انت دلوقتي عايز ال 2 بي كلها. 2 بي كلها يعني عندي 3 اوربيتال، وانت قايل لي ان كل اوربيتال بيشيل 2 الكترون، يبقى 2 تايمز 3 ايكوال 6 الكترون. يبقى التشويس نمبر 2 بيشيل ايه كام؟ 6 الكترون. ماشي. الانرجي ليفل ان 2. طب بما ان انا عايز احسب النمبر اوف الكترون في ريليشن بتقول لي 2 ال باور 2، ودي بنستخدمها لغايه انرجي ليفل نمبر 2. يبقى انا دلوقتي هتقول لي 2 تايم واحط اشيل ان واحط ال 2 مكانها يبقى 2 سكوير، يبقى تقول لي 2 تايم 4 ايكوال 8 الكترون. ماشي. يبقى عندي 2 6 و8. ماشي. ال 3 دي سب ليفل. طب هو الدي سب ليفل يا صاحبي فيه كام اوربيتال؟ هتقول لي الدي سب ليفل فيه 5 اوربيتال، وانت قايل ان كل اوربيتال بيشيل 2 الكترون، يبقى تقول لي 5 تايم 2 يبقى اذا 10 الكترون. يبقى اذا الانسرز بتاعتي 2 6 و8. يبقى مين اعلى واحد في الرجاله دي عنده الكترونز؟ لتر مين؟ لتر دي. يبقى اذا الانسر بتاعتك لتر دي. السؤال اللي بعد كده بيقول لك which of the following formula can be used to calculate the number of electron needed to fill sub shell. مين بقى من الفورمولا دي اللي انا اقدر استخدمها عشان تقول لي النمبر في الالكترون اللي هي ممكن يقدر اي سب شيل؟ طب جميل جدا. بص يا صديقي، تعالى مثلا الاس اهو. الاس ده فيه كام اوربيتال؟ الاس فيه اوربيتال واحد، وطالما فيه اوربيتال واحد يبقى يشيل كام الكترون؟ 2 الكترون. طب والبي فيه 3 اوربيتال وبيشيل كام الكترون؟ 6 الكترون. ماشي. والدي 5 اوربيتال فبيشيل 10 ايه؟ 10 الكترون. طب جميل جدا. احنا عرفنا كده كل سب شيل بيشيل كام الكترون، وعرفنا ان هو بيشيل قد ايه. طب تمام. تعالى هنا ان باور 2. طب تعالى نتفق على حاجه، انا هجرب الان ب 1. حاضر. لما الان ب 1 شيل الان كده وحط عوض في الريليشن دي، هتقول لي يعني 1 سكوير يبقى اذا 1.
يبقى انا دلوقتي لما جربت كده، هل في اي حاجه من السب شيل بتاعتي بتشيل 1 الكترون؟ هل هي بتبقى ساتوريتد اصلا ب 1 الكترون؟ لا، يبقى اذا دي اوت. طب طيب تعالى بعد كده، اللي هي انهي تشوز نمبر 2 2 ان باور 2. تعالى نعوض يا عم اهو، حط ان ب 1. ماشي، لما احط ان ب 1 اهو طلع كام؟ 2 الكترون. طب حط ان مثلا ب 2، هتقول لي خلاص يبقى 2 تايم 4 ايكوال 8. هل في اي سب شيل من دول بيشيل 8 اصلا الكترون؟ لا والله، ده اما 2 يا 6 يا 10. يبقى اذا دي اوت. طب تعالى اللي بعدها، هو هنا احنا لما جربنا الفاليوز بتاعت الان طلع الايه الانسر بتاعت لتر ايه ولتر بي اوت. طب ما تعالى كده نجرب سي ودي. بص انا عارف الانسر الصح ايه، بس تعالى نجرب مع بعض كده ديت 2ال بلس 1. ماشي، هو ال 2ال بلس 1 يعني ايه؟ هشيل كل ال واحط الفاليو بتاعتها. طب ما احنا عارفين ان ال بتاعت الاس بكام؟ ال بتاعت الاس بزيرو. طب البي ال بتاعتها بكام؟ ب 1. والدي ال بتاعتها ب 2. والاف ال بتاعتها بكام يا صاحبي؟ ب 3. ماشي، تعالى نشيل كل واحده كده اهو. لو شلت 2 تايم 0 بلس 1، 2 تايم 0 يبقى ب 0 بلس 1 يبقى 1. يبقى انا كده الاس بتشيل 1. لا يا صاحبي. طب ما تعالى نجرب في الثانيه معلش. هتقول لي 2 تايم 1 بلس 1 يبقى 2 تايم 1 ب 2 بلس 1 يبقى 3. هل في اي سبشيل من اللي انت كاتبهم دول بتشيل 3 الكترون؟ لا. يبقى اذا الليتر دي غلط، يبقى اذا الانسر بتاعتك لتر سي. طب اكد لي الكلام ده معلش اهو، مش انت لسه قايل الاس بزيرو اهو؟ تعالى نحط هنا اهو، يبقى 2 تايم، شيل الاس وحط 0 يبقى 2 تايم 0 بلس 1 ايكوال 2 تايم 10 باور 0 بكام؟ هتقول لي والله ب 0 صح، بلس 2 تايم 1 ب 2 يبقى 0 بلس 2 ايكوال 2. يبقى فعلا انا دي ايه؟ طلعت 2 الكترون. ماشي، طب ما تعالى كده نجرب اهو، 2 تايم 2 تايم 1 بلس 1. يلا يا معلم اعملها اهو. هتقول لي 2 تايم 2 بكام؟ هتقول لي 2 تايم 2 ب 4. طب 2 تايم 1 ب 2 يبقى اذا كام؟ 6 الكترون. صح جدا. طب تعالى اللي بعدها اهو، 2 تايم 2 تايم كام؟ 2 بلس 1. يلا يا صاحبي، يبقى 2 تايم 4 يبقى بكام؟ ب 8. وبعد كده 2 تايم 1 بكام؟ ب 2 يبقى ايكوال 10. اه فعلا الانسر بتاعتك صح، يبقى اذا الانسر بتاعتك لتر مين؟ لتر سي. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده which of the following choices express the four quantum number of an electron in 2p orbital. ماشي، بص يا صديقي، لما هو دلوقتي يقول لك اديني اكتب لي الفور كوانتم نمبر بتاع اي الكترون موجود ومدي لك السيمبل بتاعها، تعالى نتفق على روشته مهمه جدا جدا جدا. بص يا نجم، عشان تجيب لي ان والال والام ال والام اس تعالى نتفق على حاجه. بص هنا 2 بي واي. بص يا نجم، من السيمبل اللي قدام منك ده تعرف تجيب حاجتين، مين هما؟ الان والال. حلو، بجيب الان ازاي؟ الان الرقم اللي قبل السيمبل بتاعي اللي هو كام؟ 2. طب والال بجيبها من الرمز. البي بتاعتك بكام؟ باشا ال بتاعتي بتاعت البي ايكوال 1، يبقى اذا دي ب 1. يبقى انا دلوقتي الان ب 2 والال ب 1، يبقى اذا التشويس نمبر بي ده اوت. ده كده يا باشا معلش مع السلامه، انا مش عايزك اصلا. طب جميل جدا، يبقى انا كده 2 1. يبقى انا عندي لتر اي ولتر سي ولتر دي معايا. طب بعد كده ناقص لي بقى البي واي اللي هي الام ال والام اس. عشان تجيب الام ال وتجيب الام اس بعد اذن حضرتك لو سمحت محتاج انك ترسم. حلو، يبقى انا هرسم مين؟ هرسم الاوربيتالز بتاعت مين؟ بتاعت البي سب ليفل. طب هي البي سب ليفل عندها كام اوربيتال؟ هتقول لي عندها 3 اوربيتال. خلاص اهو هم. ماشي، وبما ان انا ال بتاعتي ب 1 يبقى اذا الام ال بتاعتي نيجاتيف 1 0 بوزيتيف 1. طب جميل جدا، يبقى عندي بوزيتيف 1 و0 ونيجاتيف 1 او نيجاتيف 1 0 بوزيتيف 1. يبقى الام ال اي احتمال من دول. طب ما تعالى بقى ندي اسماء للاوربيتال بتاعتي. هتقول لي بي اكس بي واي بي ايه بي زد. يبقى اذا الفاليو بتاعت البي واي فين يا صاحبي؟ الفاليو بتاعت البي واي هي مين؟ 0. وبان البي واي بزيرو يبقى اذا الانسر بتاعتك مين؟ مفيش غيرها مين؟ لتر دي. يبقى هنا النيجاتيف 1 دي بتاعت البي اكس والزيرو دي بتاعت البي واي والبوزيتيف 1 دي بتاعت البي زد. يبقى انا خلاص، يبقى انا عرفت الانسر بتاعتي ايه. الانسر بتاعتك لتر دي. طب وبالنسبه للام اس، بص يا صاحبي، اللي هو باصص فوق يبقى اذا بوزيتيف هاف، ولما هو بوزيتيف هاف والالكترون الثاني باصص تحت، بس لازم عشان اكتب الالكترون باصص تحت ده لازم يكون عندي في الاوربيتال بتاعي في واحد باصص فوق، وهنا يكون كام يا صاحبي؟ نيجاتيف هاف. يبقى اذا الفاليو بتاعت الام اس يا اما بوزيتيف هاف يا اما نيجاتيف هاف، ودي ما فيهاش اي مشكله. يبقى اذا الانسر بتاعتك لتر دي. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. which of the following choices equal، مين من الاختيارات دي equals
the number of orbital يتساوي عدد الاوربيتال اللي كان be occupied by an electron اللي ممكن يقعد فيها الكترون. البرنسبل كوانتم نمبر بتاعته N5 and magnetic quantum number ML-2. طب ماشي، بما ان البرنسبل كوانتم نمبر بتاعك 5 يبقى انا احتمالات السب ليفل اللي عندي ممكن تكون ايه؟ هتقول لي لو انا جبت ال بتاعتي من 0 N-1 فلما اجيب ال بتاعتي هتقول لي والله الزيرو اساسي، بعد كده لما اجيب ديت يبقى N-1 يعني 4. ماشي يعني يبقى هتقول لي 0 1 2 3 واحنا كده كده بنقف عند 3 لان ما عنديش غير 4 سب ليفل اللي هم مين؟ الاس والبي والدي والاف. جميل جدا. يبقى احتمالات ال N5 هيكون عندها مين ومين؟ هيكون عندها 5D وعندها 5F. ماشي حلو. هو الدي اصلا مش انت لسه قايل لي من شويه ال بتاعتها بكام يا صاحبي؟ ب 2 والاف قايل ال بتاعتها بكام؟ ب 3. طب ما تعالى كده جيب لي الفاليوز بتاعت الام ال. هتقول لي خلاص يبقى انا محتاج ان انا ارسم الام ال بتاعتي. يبقى انا دي عندها كام اوربيتال؟ هتقول لي 5 اوربيتال. خلاص اهو ادي 1 2 3 4 5. ماشي. يبقى تقول لي تعالى نكتب اول رقم اهو، يبقى نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 بوزيتيف 1 بوزيتيف 2. طب جميل. تعالى بالنسبه للاف، الاف كام؟ الاف ال بتاعتها ب 3 يبقى الام ال بتاعتها بكام؟ بما ان انا عارف ان الاف سب ليفل عندها كام اوربيتال؟ هتقول لي عندها 7 اوربيتال. يبقى 1 2 3 4 5 6 7. ماشي. تعالى نجيب الام ال. بما ان ال بتاعتي ب 3 يبقى الام ال بتاعتي من نيجاتيف ال 0 بوزيتيف ال. هتقول لي نيجاتيف 3 نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 بوزيتيف 1 بوزيتيف 2 بوزيتيف 3. طب جميل جدا. انا دلوقتي بيقول لك بقى قول لي ايه احتمالات النمبر في الاوربيتال اللي ممكن الالكترون يقعد فيها يكون الام ال بتاعتها نيجاتيف 2. هتقول لي ما انا عندي نيجاتيف 2 ممكن يقعد الالكترون بتاعي في ال 5 دي، وممكن كمان عندي نيجاتيف 2 ممكن الالكترون بتاعي يقعد في مين؟ في ال 5 اف. يبقى النمبر في الاوربيتال اللي ممكن الالكترون يقعد فيها يكون كام؟ 2. يبقى اذا الانسر بتاعتك لتر بي. تعال نشوف السؤال بعد كده. السؤال اللي بعد كده بيقول لحضرتك لو سمحت which of the following choices represents the four quantum numbers for the electron in the circle. مش عايز الالكترون ده. طب احنا اتفقنا اتفاق مهم جدا جدا جدا. لو حضرتك تجيب الفور كوانتم نمبر قلنا الان والال بنجيبها من السمبل بتاعها. طب فين السمبل بتاعي؟ 2 بي يا صاحبي. يبقى الان بكام؟ الرقم اللي قبل الرمز بتاعي اللي هو كام؟ 2. والبي ال بتاعتها بكام؟ ب 1. يبقى الان ب 2 والال ب 1. يبقى اذا مبدئيا كده لتر ايه اوت. طب جميل. انا عايز مين دلوقتي؟ عايز اجيب الام ال والام اس. حاضر. انت قلت لي عشان اجيب الام ال والام اس يبقى لازم ارسم. خلاص هو الرسمه موجوده عندي. طب هي الام ال بتاخد فاليو من كام؟ نيجاتيف ال 0 بوزيتيف ال. طب باشا هو ده اول واحد يبقى ده نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 1 0 بوزيتيف ايه؟ بوزيتيف 1. يبقى اذا الالكترون ده موجود في اول اوربيتال بالنسبه لي. يبقى اذا الام ال بتاعتي نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 1. يبقى مبدئيا كده الليتر سي كمان طلعت اوت، وكمان الليتر دي طلعت اوت. يبقى كده ما نفضلش غير مين يا صاحبي؟ ما نفضلش غير ليتر بي. وبما ان الالكترون باصص تحت يبقى اكيد نيجاتيف هاف. يبقى فعلا الانسر بتاعتك هي لتر بي. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. اوكي. Which of the following choices doesn't describe the electron cloud and orbital؟ مين من التشويسز دي ما بتوصفش الالكترون كلاود ولا الاوربيتال؟ طب تمام. تعال نشوف كل واحده ونمشي بقى في الكلام ده كله بصح وغلط. يعني بمعنى صح كده عندي 3 انسر كوريكت وواحده غلط، فانا هدفي ان انا اختار مين؟ الرونج انسر. طب تعال نشوف مع بعض. الاوربيتال قال لك هي regions of the space surrounding a nucleus where the electrons are most likely to be found 90 to 95% of the regions of it. يبقى الاوربيتال هو اكتر مكان بيكون موجود حوالين النيوكليس اللي ممكن الالكترون يكون موجود بنسبه كبيره. دي صح ولا غلط؟ دي صح طبعا. ماشي. واحنا عارفين ان الاوربيتال هو جزء من الالكترون كلاود. قال لك an area of regions of space surrounding the nucleus where electrons are likely to be found. اللي ممكن الالكترون يكون موجود فيها. صح برضه. يبقى اذا الليتر ايه صح كلها. بس انا كده ايه خلصت اول واحده صح. ماشي. It is a specific shape and sizes. طبعا صح. لان الاوربيتال ده كان عندي مين؟ عندي الاوربيتال اللي هو موجود فيه الاس سب ليفل، وعندي الاوربيتال اللي موجود في الدي، وكان الاوربيتال اللي موجود في الاف، والاوربيتال اللي موجود في الدي، وكل واحد كان ليه شكل مختلف. يعني الاس كان سفيريكال، البي كان شكل بير شيب. خلاص يبقى دي برضو صح. قال لك it has a specific shape and size and it has no clear and specific boundaries and represents the total destructions of the electron density. هو بمعنى صح ليها شكل معين وسايز معين، مش بس كده كمان ما بيكونش واضح ولا ليها حدود معينه، وبتوضح كمان حركه وتوزيع الالكترون كلها. صح. الالكترون كلاود هي شامله كل الاماكن اللي ممكن يتواجد فيها الالكترون سواء كان بكميه كبيره او بكميه صغيره. ده الالكترون كلاود. يبقى اذا الليتر دي صح. ماشي. it is the part of electrical cloud الاوربيتال. ايوه لان هي دي اكتر مسافه بيكون فيها الالكترون، والاوربيتال بيكون جزء من الالكترون كلاود. it
it is the sum of all orbital at the energy level. ايوه بالظبط كده. يبقى لا A و B و C صح، يبقى اكيد لتر دي غلط. ماشي. قال لك represent a lower probability. هي دي بتمثل اقل احتماليه ان انا ممكن الاقي فيها الالكترون؟ لا طبعا. ماشي. و it is represent the highest probability density of electron؟ لا طبعا. يبقى لتر دي اصلا بالنسبه لك هي الانسر بتاعتك الغلط، وهي دي اللي احنا هنختارها. هنشوف السؤال اللي بعد كده. all the following describe the energy level in 3 except. وطالما قلت لك سؤال except يبقى عندي 3 انسر true وواحده wrong، انا بختار الرونج انسر. ماشي. الان يا باشا قال لك contains 3 sub level. طب بالراحه خالص بقى، تعالى نلعب لعبه اهو. الان بكام؟ ب 3. جميل جدا. بص يا صاحبي، لما يكون الان بتاعتك ب 3 يبقى النمبر اوف السب ليفل بتاعتك يبقى عددهم كام؟ يبقى عددهم 3. ليه؟ لان النمبر اوف السب ليفل بتساوي النمبر اوف الانرجي اللي موجوده فيه، والكلام ده ينطبق لغايه مين؟ لغايه ان 4 بس. يعني لو انا جبت ان 1 هلاقي فيها سب ليفل واحد بس اللي هو مين؟ الاس. طب لو انا جبت ان 2 هيكون عندها 2 سب ليفل اللي هم مين؟ الاس والبي. طب لو رحت لان 3 هيكون عندها كام سب ليفل؟ هيكون عندها 3 مين ومين؟ الاس والبي والدي. طب لو بنروح لان 4 هيكون عندها كام سب ليفل؟ هيكون عندها 4 سب ليفل اللي هو اس بي دي اف، وهم دول. الكلام ده بينطبق لغايه ان 4 بس. طب جميل جدا. يبقى اذا الان بكام؟ الان ب 3، يبقى النمبر في السب ليفل 3. صح، يبقى دي صح. It's saturated with 18 الكترون. صح جدا. عرفت منين؟ بين الان ب 3 لو انا عايز النمبر اوف الالكترون، فالنمبر اوف الكترون بيجي من الريليشن دي 2n باور 2، فاهو يبقى 2 تايم، واشيل الان واكتب كام؟ 3 باور 2، يبقى 2 تايم 9 ايكوال كام؟ 18 الكترون. يبقى دي برضو صح. ماشي. its energy it's greater than orbital of قصدي greater than of n4. لا طبعا. الانرجي بتاعتها اكتر من 4. لا طبعا. من energy number، لا. من energy level number 4. لا طبعا. اذا لتر سي غلط. it contains 9 orbital. عرفت منين؟ بما ان السب ليفل 3 ومن السب ليفلز اللي عندي اس وبي ودي. طب ما تعالى نحسبهم كده. لسه عندها اوربيتال واحد، والبي عندها كام اوربيتال؟ البي عندها 3 اوربيتال. طب والدي عندها كام؟ الدي عندها 5. يبقى تقول لي 1 بلس 3 4 بلس 5 يبقى كام؟ 9. يبقى اذا دي صح كمان. يبقى اذا الانسر بتاعتي الغلط جدا هي لتر ايه؟ لتر سي. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. The number of electron needed to fill the energy level B. خلي بال حضرتك هنا البي دي كابيتال، وطالما هنا يقصد البي كابيتال يا صاحبي، يبقى بالنسبه لحضرتك ده مين؟ ده الانرجي ليفل. ماشي. طب لو كان بي سمول يبقى يقصد بقى السب ليفل. يا ترى النمبر في الالكترون قد ايه؟ بص ثانيه، تعال نتفق على حاجه. انا لو جيت رسمت كده دلوقتي الانرجي ليفل ادي 1 2 3 4 5 6 7. ماشي. يبقى دي ان 1 دي ان 2 ان 3 ان 4 ان 5 ان 6 ان 7. ماشي. بعد اذن حضرتك الرسمه دي مهمه جدا جدا جدا، لازم تكون حافظها. ده كي ال ام ان او بي كيو. ماشي. ففيرست انرجي بيبقى عندي اس، هنا اس بي، هنا اس بي دي. ماشي. هنا اس بي دي اف، بعد كده اس بي دي اف، بعد كده اس بي دي، بعد كده اس بي. جميل جدا. بالله عليك الرسمه دي مهمه جدا جدا جدا، وهي دي اللي اوريدي بناء على الرسمه دي والطريقه ديت اللي الناس اشتغلت، الساينتست بتوعي لما اشتغلوا على الاتوم بتاعتك من 1 لغايه 4 اكتشفوا كل اشكال ايه؟ السب ليفل دولت. ماشي. طب بالنسبه بقى من بعد ال 5 وال 6 وال 7 الناس دي بقى عن طريق الماثيماتيكال ايكويشنز اللي هم كانوا اشتغلوا بيها في المودرن اتوميك سيري، قدروا بقى يكتشفوا والله كل الكلام ده كله. قدروا يكتشفوا ان الان 5 فيها الاس والبي والدي والاف، والان 6 فيها الاس بي ودي، والان 7 فيها الاس بي بس. حاضر. وبداوا ان هم يرتبوا الالكترون على حسب حاجه اسمها الالكترونيك distribution او electronic configuration according to ال building up principle. طب تمام. انا فين اصلا البي انرجي ليفل بتاعي فين؟ اهو. البي انرجي ليفل ده فيه مين بقى؟ في السب ليفل اس وبي ودي. تمام. تعالى كده بقى نشوف النمبر اوف الاوربيتال بتاعتي. الاس فيها اوربيتال واحد، البي فيها 3، والدي فيها 5. طب لما تعالى نجمعهم كلهم هتقول لي يبقى 9 اوربيتال. طب تمام. انت عايز مين يا صاحبي؟ انا مش عايز النمبر في الاوربيتال، انا عايز النمبر اوف الالكترون. يبقى تقول لي 9 تايم 2 ايكوال كام؟ 18 الكترون. يبقى اذا الانسر بتاعتك لتر سي. بالله عليك خلي بالك. ماشي.
تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. كده احنا خلصنا اصلا في الجزء اللي فات ده، خلصنا اصلا حل الهوم ورك بتاعنا. دلوقتي احنا داخلين على اسئله حل الاسسمنت للاسبوع السابع. تعال نشوف بقى الاسئله بتاعتنا هنحلها ازاي يا صديقي. ماشي. The following figure represent 3 dimension x و y و z. خلاص ادي x وادي y وادي z، ده صح. Draw the orbital of shape in the main plane N2. طب ثانية واحدة، N2 يا صاحبي، يبقى انت كده ده الانرجي ليفل نمبر 2. طب والانرجي ليفل نمبر 2 ده عنده كام سب ليفل؟ قلنا زي مبدئيا كده النمبر في السب ليفل بتساوي النمبر في الانرجي ليفل لغاية 4 بالظبط. يعني N1 هيكون عندها سب ليفل واحد اللي هو الاس، N2 هيكون عندها اس وبي، N3 هيكون عندها اس وبي ودي، وN4 هيكون عندها اس وبي ودي واف. تمام. انا دلوقتي عندي N2 يبقى هيكون عندي مين؟ عندي الاس وعندي البي. طب خلاص يبقى عندي 2 اس و2 بي. انت دلوقتي بتقول لي ارسم لي الاوربيتال بتاعتي والشيبس بتاعتي. طب خلاص، مش انت عارف ان الاس ان الشكل بتاعها بيكون سفيريكال؟ ايوه يا معلم. خلاص يبقى انا دلوقتي هرسم الشكل السفيريكال اهو. يبقى تقول لي ادي اكس وادي واي وادي زد وادي شكل السفيريكال بتاع الاس اهو. يبقى انا كده رسمت مين؟ كده انا رسمت الاس يا باشا سب ليفل اهو. يبقى ده كده 2 اس وادي بي اكس، او ادي قصدي الاكس وادي الواي وادي الزد. طب تمام. بما ان ال2 بي بقى، البي بتاعتك صعب شكلها بيكون بير شيب. ماشي اهو، وبيكون كل واحد مقابل واحده كده، والبوينت دي بتجمع ما بين الاثنين، والبوينت دي ما بيكونش فيها الكترون. طب خلاص يبقى عندي ادي بي اكس اهمت، وادي بالنسبه لك بي واي، وادي بالنسبه لحضرتك بي زد. خلاص كده انت رسمت مين؟ كده انا رسمت البي، وانا كده رسمت الاس، ويبقى انا كده حليت اول سؤال. تعال السؤال الثاني. السؤال الثاني كومبليت ذا فولوينج تيبل. مديني ان وال وام ال وام اس، ومدي لك اكزامبل اهو بتاعت الاوربيتال عشان ترسم له الالكترون جوه الاوربيتال بتاعك. اتفقنا على حاجه مهمه جدا جدا جدا، ايه هي؟ بص يا نجم، عشان تحل اي سؤال زي كده بالمنظر ده تجيب 4 كوانتم نمبر، يعني تقدر تكتب 4 كوانتم نمبر. اعمل حاجه مهمه جدا. الام والال بجيبهم من السيمبل، بجيبهم من الرمز. طب والام ال والام اس حضرتك لازم 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 ترسم. بس حضرتك عملت الروشته دي، حضرتك السؤال ده بقى سهل جدا جدا جدا. طب خلاص ماشي يا صديقي. انت دلوقتي ال ان وال وام ال وام اس، حاضر. ادي ال ان ب 2 وادي ال 1 وادي نيجاتيف 1 وادي بوزيتيف هاف وادي 2 بي وادي ده رسم لك الالكترون وقال لك ان ده اكزامبل. جميل يا عم، شكرا، متاكد، شكرا جدا جدا جدا. طب تمام. تعالى بقى نشوف دي ال ان ب 1. طب لما ال ان تكون ب 1، ال بتاعتي، هو انا بحسب ال بتاعتي منين؟ انا عندي ريليشن بحسب منها ال 0 ان ماينس 1. يا باشا شيل ال ان واكتب مكانها الفاليو 1 ماينس 1 ب 0، يبقى اذا ال بتاعتك ب 0. طب شكرا. طب انا عايز اجيب الام ال بتاعتي، بما ان ال ب 0 يبقى اذا الام ال بتبقى ب 0 على طول. حاضر. وبتقول لي الالكترون بتاعي نيجاتيف هاف، يبقى حلو، الام اس بتاعتي نيجاتيف هاف. وطالما نيجاتيف هاف يبقى في الكترون باصص لفوق، ده كانت الفاليو بتاعتي بوزيتيف هاف. وعشان اكتب الام نيجاتيف هاف يبقى لازم الالكترون الثاني يكون معايا هنا ويكون باصص تحت. يبقى الالكترون باصص فوق، ده الفاليو بتاعته بوزيتيف هاف. الالكترون الثاني بتاعي هو دوت اللي انا عايزه، اللي هو الفاليو بتاعته نيجاتيف هاف. ماشي شكرا يا عم. كده بقى احنا حلينا تاني تشويسز اهو، اللي هو مثلا نفترض ان ده ايه يبقى ده بي اهو. مش، تعالى نخش على سي. حاضر. السي بتاعتي ايه؟ بتقول لي 4 وادي 3، عايز الام ال وعايز الام اس. طب جميل. الان بتاعتك بكام؟ ب 4. طب والال ب 3. يبقى ثانيه واحده، ال بتاعتي ب 3 اللي هي مين اصلا؟ مين اصلا السب ليفل ال بتاعته ب 3؟ قلت له بص انا مش فاكر، تعالى نفتكر مع بعض. ال اللي هي 4 فاليو 0 1 2 3 اس بي دي اف. يبقى اذا ال 3 دي بتاعت الاف. يبقى انا كده مبدئيا كده معايا مين؟ معايا الاف اهو. ماشي. يبقى انا دلوقتي عندي 4 اف. طب جميل. الام ال، بما ان الام ال الفاليو بتاعتها منين؟ من نيجاتيف ال 0 بوزيتيف ال. يبقى انا دلوقتي بما ان دي 3 يبقى نيجاتيف 3 نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 بوزيتيف 1 بوزيتيف 2 بوزيتيف 3. طب جميل جدا جدا جدا. طب عسل. وبعد كده الام اس بتاعتي يا بوزيتيف هاف يا نيجاتيف هاف على حسب الالكترون بتاعي. لو لقيته باصص لفوق يبقى بوزيتيف هاف، لو لقيته باصص تحت يبقى نيجاتيف هاف. طب جميل. تعالى بقى نبص عندي، عايز اجيب الام ال والام اس. الراجل هنا هو مش كاتبها لي بس كاتب لي ايه؟ رسم لي الرسمه بتاعتك. خلاص. يبقى ده نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 3 نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 بوزيتيف 1 بوزيتيف 2 بوزيتيف 3. الالكترون بتاعي لقيته فين؟ لقيته هنا اهو. يبقى ده نيجاتيف 2. ماشي. باصص فوق ولا باصص تحت؟ باصص فوق. بما ان هو باصص فوق يبقى اذا الفاليو بتاعته ايه؟ بوزيتيف هاف. ماشي. كده انا خلصت مين؟ السؤال نمبر سي. تعالى دي هنا 3 سبيس نيجاتيف 2 بوزيتيف هاف. طب جميل.
صديقي هي النيجاتيف 2 احتمال تكون مين؟ النيجاتيف 2 احتمال يا اما تكون الاف زي هنا او ممكن تكون الدي. طب مين اللي هيحكم الكلام ده كله؟ بص على الاوربيتال يا صاحبي، انا عندي كام؟ 1 2 3 4 5. مين السب ليفل اللي بيكون عنده 5 اوربيتال؟ الدي. والال بتاعت الدي بكام؟ اهي ال بتاعت الدي ب 2، يبقى هنا دي 2. طب جميل جدا. كده انت كتبت ديت. انا عايز ارسم السيمبل. السيمبل بنكتبه ازاي؟ زي ما انت بتجيب الان والال من السيمبل بتاعك، يبقى انا لو عايز اجيبهم هكتبهم بنفس القصه. يبقى تقول لي كام؟ 3 دي. طب واللي فوق هتكون كام؟ 4 اف اهي. طب عسل. الالكترون بتاعك فين؟ انت قلت لي موجود في ال 3 دي. في الام ال بتاعته فين يا صاحبي؟ ما انا لازم ارسم اهو عند نيجاتيف 2. طب هتقول لي تمام، ثانيه واحده. نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 بوزيتيف 1 بوزيتيف 2. الالكترون بتاعي موجود في نيجاتيف 2 يبقى هنا، والام اس بتاعته بوزيتيف هاف، يبقى هو الالكترون بتاعك باصص فوق يا صاحبي. خلاص كده انت رسمت مين؟ كده انت رسمت الانسرز بتاعتك اهي. يبقى كده احنا حلينا السؤال بتاعنا. يبقى 0 0، وادي يا باشا ايه؟ نيجاتيف 2، وادي بوزيتيف هاف، وبعد كده 4 اف، وادي 2، وادي 3 دي. واحنا كده لو شلنا كل الايه؟ الارقام اللي احنا كنا كاتبينها، ده كده الحل بتاعك اهو. ده كده الحل اهو. ماشي، تعال نخش على السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده which one is saturated with greater number of electron energy levels B or energy level P Y. ثانية واحدة. قلت لك البي الكابيتال دي بالنسبة لك تمثل الانرجي ليفل، وقلت لي بعد كده البي سمول دي تمثل السب ليفل. طب خلاص تعالى نشوف البي سب ليفل الصغيرة دي. السب ليفل دي عندها كام اوربيتال؟ 3 اوربيتال. وانت قلت لي ان كل اوربيتال بيشيل 2 الكترون، يبقى 2 تايمز 3 ايكوال 6 الكترون. ماشي. البي يا صاحبي، هو البي اصلا مكانها فين؟ هتقول لي ثواني، ما انت لسه كنت عاملها من شويه. فين اصلا؟ او تعالى نرجع ورا شويه اهو. البي اهي، دي مكانها كام؟ ان 6 اهو، فيها اس بي دي. يبقى ثانيه واحده، تعالى نرجع تاني اهو. يبقى البي كابيتال اللي هو مين؟ الان نمبر 6 اللي هي فيها اس بي دي، دولت السب ليفل. طب والاس فيها كام اوربيتال؟ هتقول لي 1، والبي فيها 3، والدي فيها 5، يبقى اذا 9 اوربيتال. يبقى تقول لي دلوقتي النمبر اوف الالكترون يا صاحبي احسبها ازاي؟ تقول لي بسيطه خالص، يبقى 9 تايم 2 يطلع كام؟ 18 الكترون. يبقى 18 ولا 6 طبعا. خلاص يبقى البي كابيتال اكتر من البي سمول. ماشي. والاكسبلين بتاعته هتقول لي عشان البي energy level contains 3 energy level contains 3 sub level S B D F، وبالتالي number of electron is 9 orbital، وبالتالي each orbital occupied او completely filled with 2 electron، يبقى the number of electron 9 times 2 equal 18. ولو انت رحت للبي sub level اللي هو السب ليفل، هتقول لي لان البي sub level contains 3 orbital each orbital occupied by 2 electron، يبقى 3 times 2 equal 6 electron. بس. ماشي. تعالى السؤال اللي بعد كده. state the scientific reason for each of the following. The rule 2n power 2 doesn't apply to levels after the force. ليه ما بقدرش اطبق الرول دي بعد الانرجي نمبر 4؟ هتقول لي due to الاتوم will be unstable. الاتوم بتاعتك هتكون unstable. ليه هتكون unstable؟ عشان مبدئيا كده لو انا جيت ابص على الالكترون، الانرجي ليفل قربت كلها من بعض، ولما قربت كلها من بعض في النمبر في الالكترون هنا يا صاحبي، الاتوم بتاعتي النيوكليس بتاعتي مش هتقدر تعمل اتراكشن فورس لكل الالكترون هنا. نتيجه ايه بقى؟ الالكترون هنا كتيره قوي 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 قوي، وفي الكترون موجوده هنا، فعامله ريبولشن فورس صعبه جدا جدا جدا. فاحنا بقى عشان ما نحكيش القصه دي كلها، بنقول ان الاتوم بتاعتك will be ايه؟ unstable. الاتوم بتاعتك هتكون غير مستقره. ماشي. السؤال اللي بعد كده بيقول لك البي سب ليفل از فيلد ويز 14 الكترون. ليه البي سب ليفل بيشيل او بيتملي ب 14 الكترون؟ قلت له خلاص. هتقول لي ديو تو الاف سب ليفل كونتين 7 اوربيتال، عشان البي سب ليفل فيها 7 اوربيتالات. حلو. وبالتالي اتش اوربيتال completely filled with 2 الكترون. كل اوربيتال من دول بيشيل كام؟ بيتملي ب 2 الكترون، وبالتالي يبقى 7 اوربيتال تايم 2 يبقى اذا 14 الكترون. السؤال اللي بعد كده there is no 2D sublevel in atom. ليه ما فيش 2D in atom؟ هتقول لي خلاص، هو مش انت قايل لي 2
يبقى تقول لي ثانيه واحده because the energy level اللي هو N2 contain two sub level، عشان الانرجي ليفل بتاعي ما عندوش غير two sub level، مين ومين؟ الاس والبي اللي هو 2s و2b، وبالتالي ما فيهوش 2d. ماشي. السؤال اللي بعد كده the number of electron required to fill the principal level can be calculated using the 2n power 2 rule. هتقول لي بسيطه خالص، تعالى نتفق ادي يا باشا n1، وانت قايل لي ان ال n1 بيكون عندها كام سب ليفل؟ 1 سب ليفل. حاضر، ان السب ليفل اللي هو مين؟ الاس اهو. يبقى ده الريليشن بين الانرجي ليفل، وادي كمان مين ده؟ ده السب ليفل بتاعك اللي هو مين؟ الاس. والاس عندها كام اوربيتال؟ هتقول لي 1 اوربيتال، ويبقى ده كده النمبر اوف الاوربيتال. وانت يا باشا عشان تجيب النمبر في الاوربيتال عايز تجيب منها النمبر في الالكترون، هتقول لي خلاص هي النمبر في الالكترون دي بتيجي منين؟ كل اوربيتال بيشيل 2 الكترون، يبقى اعمل لها تايم 2 يطلع كام الكترون؟ 2 الكترون. طب تعالى نجيب ان 2، هتقول لي عندي اس وبي. طب الاس فيها اوربيتال والبي فيها 3 اوربيتال، يبقى عندي 4 اوربيتال، وكل اوربيتال تايم 2 يا صاحبي يطلع كام؟ هيطلع 8 الكترون. ماشي. طب تعالى ان 3 يكون عندي اس وبي ودي. حلو، هيكون عندك بقى كام؟ 9 اوربيتال، وهتعمل لها تايم 2 عشان تشوف النمبر في الالكترون، فيطلع كام؟ 18 الكترون. لاحظ بقى بعد اذن حضرتك لو سمحت، هو دلوقتي الريليشن بين الانرجي ليفل والانرجي ليفل والانرجي ليفل، النمبر في الاوربيتال ريليشن كام؟ لو انا بصيت كده دي 1 دي 1 ماشي، دي 2 دي 4، طب دي 3 دي 9، يبقى اذا الريليشن بين الانرجي ليفل والنمبر اوف الاوربيتال ايكوال 2n. طب ما بين ان انا عارف ان النمبر في الاوربيتال والالكترون بعمل لها تايم 2، يبقى تقول لي ايه؟ يبقى انا دلوقتي لو عايز بقى ريليشن بين النمبر في الانرجي ليفل والنمبر في الالكترون، يبقى الان نمبر اوف الالكترون مع النمبر في الانرجي ليفل، يبقى تقول لي 2n باور 2 لو انت عايز تحسب الالكترون، عشان اضطر ان انا بعد ما اجيب الريليشن بين النمبر في الانرجي ليفل مع النمبر في الاوربيتال هروح جاي اعمل لها تايم 2 عشان اوصل للنمبر في الالكترون. بس كده. ماشي. write the possible value، اكتب ال possible value for each of ال L وال ML for electron N بتاعته ب 3. طب ثواني، ال N بتاعتك ب 3، تعالى نجيب ال N. ايه الفاليو بتاعت ال؟ هتقول لي ال بتاعتي بحسبها من 0 N minus 1. خلاص يلا اهو، يبقى 0 ده اساسي. حلو، اشيل ال N واحط 3 minus 1 يبقى كام؟ هتقول لي يبقى الفاليو بتاعتك من 0 1 2. عرفت منين؟ بس 3 minus 1 يبقى 2، هي ما بين الزيرو وما بين ال2 في مين؟ في 1، يبقى اذا ال بتاعتك 0 1 2. طب جميل، انا عايز ال ال، هتقول لي خلاص انت هتجيب ال بتاعت مين؟ لو انا جبت بتاعت الزيرو ديت اهيت هتبقى ايكوال 0، مفيش مشكله. ولو جبت ال ال بتاعت ال1 يبقى تقول لي نيجاتيف 1 0 بوزيتيف 1. طب لو انا جبت ال2 هتقول لي نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 بوزيتيف 1 بوزيتيف 2. يبقى الفاليوز اللي هتطلع بقى هتقول لي خلاص يبقى ال بتاعت حضرتك الفاليو اللي ممكن تاخدها 0 1 2. ولو انت عايز الام ال يبقى هتجيب اكبر واحده فيهم اللي هي شامله كل اللي فات اللي هم مين؟ 2 نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 بوزيتيف 1 بوزيتيف 2. ماشي. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده compare the second and third main energy level in the term. حاضر، تعال نجيب ماشي السكند اهو ان 2 وادي ان 3. حاضر، تعال نشوف لتر A، تعال نشوف لتر B، تعال نشوف لتر C، وبعد كده نكمل اهو زير سيمبل. ماشي يا عم، تعال نتفق على حاجه، اتكلم نوبك. يبقى 1 2 3 4 5 6 7، يبقى ان 2 بكام؟ السيمبل بتاعها ال، و3 السيمبل بتاعها ام. خلصان. ماشي. the number of electron needed to saturate each of them. خلاص، يبقى طبقا للرول بتاعت مين؟ 2n باور 2. هشيل ال n واحط الفاليو بتاعتها، يبقى 2 تايم 2n باور 2، يبقى 2 تايم 4 equal 8. طب تعالى اللي بعدها، هتقولي 2 تايم 3 باور 2، يبقى 2 تايم 9 equal 18. جميل جدا، يبقى انا كده خلصت دي. زي سب ليفل،
خلاص احنا قلنا السب ليفل بيساوي النمبر في الانجاب اللي موجوده فيه. مين هما؟ الاس ومين والبي، عشان ده فيه 2. طب وهنا هيكون فيه بي اس وبي وايه ودي. يبقى احنا كده خلصنا A وبي وسي. تعال نخش بقى على دي واي واف. حاضر. the number في الاوردر H1. خلاص يا باشا بسيطه خالص، مش احنا خلصنا A وبي وسي. تعال نشوف الدي. النمبر في الاوربيتال الاس فيها كام اوربيتال؟ 1 والبي فيها 3، يبقى اذا عندي 4 اوربيتال. طب وديت الاس عندها 1، البي عندها 3، الدي عندها 5، يبقى اذا كام؟ 9. يبقى دي كمان خلصت. طب جميل جدا. their radius الان يا باشا احنا اتفقنا لو احنا جينا حسبنا كده اهو، ادي النيوكليس بتاعته اهو. بص ال ده الريديوس بتاعه. طب والام اهو، مين الريديوس بتاعه الاكبر؟ يبقى ده لو وده هاي، او بمعنى صح ممكن تقول لي ان 3 اكبر من ان 2. خلاص يبقى احنا كده خلصنا دي. زير انرجي، مين الانرجي بتاعته الاكبر؟ دي هتكون هاي ودي هتكون ايه؟ لو. يبقى اذا كل ما بيزيد الريديوس كل ما يزيد الانرجي. وبكده نكون خلصنا حل الاسسمنت والهوم ورك للاسبوع السابع من تقييمات الوزاره. اشوفك على خير ان شاء الله في حل تقييم اللي جاي باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنساش اللايك والسبسكرايب وابعت الفيديو ده لزمايلك، واشوفك على خير باذن الله.